السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم وكيف أحوالكم؟ يا رب تكونوا بخير بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال وأفضلها، ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم شفاء. جيت نشارك معكم اليوم بعض المشتريات لشهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه. يعني مشتريات بسيطة ماشي حاجة كبيرة. شريت هادو كؤوس التحلية الزجاجية، يعني جايين ظرف وشابين. شريت غير 3، يعني نورمالمون شريت 6 ولكن شريت غير 3 لأن عندي كؤوس تحلية بزاف. وايضا شريت تيرمو، النوعيه الجيده اللي ما فيهاش يعني الزجاجه من الداخل، جايه من الداخل اينوكس، نوعيه ريغار ولكن صنع الصين. كما راكم تشاهدوا ما فيهاش زجاجه، فيها اينوكس من الداخل، يعني تشد سخانه مليح وممتازه للاستعمال، يعني تاع للمنزل، يعني ماشي للضيوف. وشريت ايضا هاد المنظمات للثلاجه، يعني من هذا زمان وانا يعني حبيتهم وعجبيني. قلت نشري يعني فقط كميه قليله باش نجربها، ولا يعني ساعدوني ويعني كانوا عمليين وكل شيء. نزيد نشري يعني اكثر. شريت شحال من نوع، شريت هذه اللي شويه صغيره، وشريت ايضا هادو زوج اللي شويه كبار عليها، يعني نستعملهم للخضره للعلب، يعني المعلبات للفواكه يعني باش ننظموا الثلاجه، لان الثلاجه دائما عندي ننظمها وما تتنظمش. علب بلاستيكيه طبعا لازم كل مره نشريو وكل مره يضيعوا ما نصيبوهمش. وهاد يعني الشكاير تاع الكونجيلاتور. وهاد ايضا هاد الشيتات روعه روعه روعه، يحكوا الغاز، يعني الاماكن اللي صعيب باش نوصلها بيدينا، الاماكن الضيقه، يعني الدوائر تاع الطاجين، اليدين تاع الكوكوط، اليدين تاع الكسرونات، يعني روعه روعه. ولكن نستعملوا كل شيته في مكانها، لانها كاينه وحده خشينه وحده شويه وحده يعني رطبه، يعني باش ما تخسر لكمش يعني الاواني تاعكم. شريت ايضا صاك بوبال، وايضا هادو مواد التنظيف تاع الماشينه لافيسيل. شريت زوج تاع الانواع باش نسييهم ونشوف الافضل اللي نولي نستعمله. طبعا الحبيله والسربيته تاع البوطاجي ميكروفيبر البابي، يعني هاد الامور اللي متواجده دائما في المطبخ وموجود، يعني ضروريه في الكوزينه. طبعا هادو غير علب بلاستيكيه صغار ايضا شريتهم، يعني كتبقى لك شويه تاع الماكله، يعني ديرها في هاد العلب باش يعني ما تشدلكيش مكان كبير في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور الا بغيتي ديري حاجه في الكونجيلاتور. ايضا شريت هاد الكيسان 80 ميل 6، طبعا لومينارك، روعه، جايين عادي يعني تاع الدار للاستعمال في المنزلي، يعني ماشي للضياف ولا باش نعبر بهم يعني في الوصفات وهذا. ويعني النوعيه نتاعهم روعه. ايضا نستعملهم للماء للعصير في الدار، يعني جاي شكلهم بسيط وسامبل ولكن روعه ونوعيتهم جيده. هاد العلبتين ايضا شريتها بس مانيش عارفه يعني لحد الان لاش نستعملها، فقط عجبتني. هذه النوعيه الثانيه تاع العلب اللي شريتهم للثلاجه. شوفوا هادو اللي غادي ندير فيهم الخضر ولا ندير فيهم يعني طبعا غير خضر. العلب هادو ايضا ندير فيهم الزيتون، اصلا يعني هما مديورين للزيتون، للزيتون، الكورنيشون، للشامبينيون، الذره، اي حاجه يعني تصفيهم بهم بالماء تاعهم كما راكم تشاهدوا فيهم صفايه، وتغلقي عليهم يعني باحكام باش ما يفزولكش بزاف. راني نوريكم يعني هذا الزيتون المتمر اللي خدمته، هو اللي غادي نحطه في العلبه. في الحقيقه ما خدمتهاش انا، خدمته لي اختي، ولكن نفس الامر غير كي انا كي هي. المهم حطيت هاد العلبتين ايضا رائعه، ندير فيها يعني فراز ولا يعني عنب، اي فاكهه تقدري ديريها فيها، يعني هذه شريتها مخصوصه للفاكهه. وصبت غير هاد العلبه عنده، يعني ما صبتش العلب الكبيره. الصينيه شريتها هذه روعه للبيتزا، يعني الصينيه تاع البيتزا لازم تكون رقيقه وما تكونش تلصق. العلب هادو الرماديين شريت زوج، ما صبتش اللون الابيض. وشريت ايضا هاد المعالق الصغار اللي دائما طبعا موجودين ويتودروا دائما. هادو هما كامل مشترياتي اللي شريتهم في رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم. مازال خاصني بعض الامور، يعني كما السرابس ولي طورشون وهادو، ولكن مازال عليهم الوقت ان شاء الله باذن الله، من القدام نزيد نشريهم. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.